مع بداية التقلبات الجوية وارتفاع درجات البرودة، يضطر العديد من قاطني المناطق الريفية ببلدية الشافية بولاية الطارف للبحث عن بديل لغاز المدينة أو قارورة غاز بوتان، وغالبا ما يكون الحطب بديلا لهؤلاء. أي نعانيو غاز ما كانش، ونطيبوا في الكسرة على حطب. هاك تشوف هايديه بصح كما يقول لك الغاز قلعة غالية ب70,000. المواطن ما يقدرش يشراه. نروحوا للغابة نجيبوا الحطب، والغابة فيها الحلوف وذيب كما يقول لك. من الجوانب الكل محتاجين سيرتو الغاز هذا عندنا التيو تاع الغاز فايت علينا حوالي 500 متر 500 متر وما فوتلناش. البديل تاع الغاز انه نجيبوا الحطب من الجبل ودي فوا يكون القراعي تاع الغاز بال15 يوم ما كانش. كاميرا النهار زارت منطقة المناصرية الريفية ووقفت على يوميات ساكنيها الذين يعتمدون على الحطب كمصدر رئيسي لتحضير الطعام والتدفئة في انتظار ربطهم بشبكة غاز المدينة. نروح نجيبوا الحطب من الجبل على الدواب حشاكم وفي وسط برويطة ولا عظهورنا، والغاز ماهوش بعيد علينا، يعاونونا يجيبوا لنا الغاز، راهو ماهوش بعيد علينا الغاز. هذا ما نطلب منهم ان شاء الله يلبوا لنا النداء تاعنا هذا. نحن نعرف مشت مناصرية باللي راهي مشتة عبارة عن زوني بارس، مناطق مبعثرة هنا وهناك، وبالتالي المطلب تاعهم شرعي، لكن باش يكون في عين الاعتبار والله حتى نكونوا واضحين مع بعضنا ان المنطقة هذه ليس بها تهيئة تاع لاسينيسمون، وبالتالي قبل ما نجيبوا الغاز للمنطقه هذه لازم يكون عندنا لاسينيسمون، والقانون واضح من حقهم هما، ورانا خديناها بعين الاعتبار وسوف تجسد في الميدان خلال السنوات القادمه. ايصال شبكه غاز المدينه لمشتى المناصريه مطلب وجب الاسراع بتجسيده ميدانيا وانهاء معاناه دامت اكثر من 30 سنه.